اقول تاني، اللي مش عايز يفهم بفهمه، وكل مستفيد معانا احنا بنسافر على حسابنا، ما بنتربحش. مش عايز اقول ده احنا اتبرعنا بايه، وكلهم اولادنا كلهم اتبرعوا. احمد وامير تمام. لا انا جمال علام بيتفسح على حساب الدوله. واحد ما كانش بيعرف يطلع من الاقصر، دلوقتي بيطلع من الكويت على السعوديه على فرنسا على بتاع، كله بيتفسح، كله متربح. يعني حتى اللي ما بياخدش فلوس بيقبض متربح. انا خلاص وصلت لمرحله مش طايق نفسي. خير ان شاء الله، خير 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 يا ريس، خير. واللي عايز يجي يستلم النادي، في ناس بترفع قضايا، تعالوا اتفضلوا، تعالوا اتفضلوا تاني، تعالوا اتفضلوا. كل يوم 17 18 قضيه يا كابتن طارق كده. محدش بيقول لحد عيب، تعالى ما تلم نفسك، يالا لم نفسك انت واللي حواليك واللي بيساندوك. ربنا يستر على البلد، ربنا يكرم ان شاء الله. الرياضه جزء مهم في البلد دي. اكيد. زمان كانت الناس بتبقى حابه حاجتين، ام كلثوم في الحفله بتاعتها والكوره. بس الكوره زمان كانت كوره محترمه، سواء في الاهلي يا راجل الاولمبي في بكر، وسمير الاولمبي ده مش جاي من الاولمبي يا كابتن ولا جاي؟ سمير الاولمبي كان الله يرحمه. الله يرحمه جميعا. واتحاد اسكندري ده مش كان فيه شحته الاسكندراني وبوب والجارم اجيال، والترسانه ده مش كان فيه مصطفى رياض وشتازبي وحرب الدهشوري تاني ياسر البلد. ياسر ده اللي كان في الزمالك وكان في المنصوره وجايبينه بشبشب زنوبه، واخد بالك، وعمل مش عارف مين استضافه، قال لي يا جماعه لا واحنا بنلعب في كاس الزمالك كنا بنظلم والحكام بيظلمونا عشان الاهلي. هو خلاص بقى راح الحته اللي ما فيهاش مظلوميه، يا بيه ماسك الكوره بايده، وقبلها 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 وقبلها. وانت شفت الولد بتاع سيراميكا، محمد محمود اسمه، اللي هو الموطي، تمام، هو الموطي للولد بتاع سيراميكا. ايوه، اسلام صلاح ضرب رافع رجله في مستوى الدماغ بتاعته. وش الولد سيف جزيري. لا يا جمال يا علام، لا انت ولا اللي معينك، انت حته مخبر. ايوه انت مخبر، كل معاك مخبرين. احنا نضحك على نفسينا. الزمالك اكبر من انه يشترك في التمثيليه دي. النهارده الزمالك كان 5 يناير كده 1911، يبقى كام سنه كده دلوقتي؟ 112 سنه يا فندم. النهارده 112 سنه. تاريخ مشرف. ما يبقاش دول فيه. اول نادي حاكم بلد يقول سموا النادي ده باسمه، اعتقد سنه 42 الملك فاروق لما قال حيدر باشا سمي النادي ده باسمه. ده نادي الملوك، ده نادي العظماء. اللي مش عارف قيمته يا جمال يا علام، انت مين جنب الزمالك؟ توفيق سيد مين جنب الزمالك؟ مين الوقت كان بيحكم النهارده جنب الزمالك؟ ضربتين جزاء ما فيهمش كلام. وبعدين في الاخر نقعد بقى نعمل ايه؟ التحفيل، واحنا فرق 5 بونت دلوقتي وانتوا فين؟ واحنا لا 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 ليه؟ ليه احنا دمنا ودمكم ونضيع وقتنا والجماهير تبقى اللي يجيله السكر واللي يجيله الضغط؟ لا لا يا حبيبي، لا 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 خالص. هو ضربة الجزاء اللي لو كانت في ماتش اسوان اللي ولادنا انضربوا فيه وجمهورنا سان فيه عشان الاخ الشافعي اللي بيقولوا المستشار حسد عشان يهينوا ولادنا ويهينوا شيكابالا، يقول لك احنا استقبلنا احسن. لا، شعب اسوان اللي استقبل، انت ما استقبلتش. احنا اتهنا في الملعب شتيمه طول الماتش لامام عاشور وشيكابالا، والحكم ما عملش حاجه. وبعدين الغرامه جايه لمين بقى؟ لينا احنا، للزمالك. للزمالك. طب والمدير الفني اللي اتقال له ايه؟ امك من الحكم. ولا حد يكلمه. ودلوقتي منزلين بيقول لك ايه النهارده؟ زفت الطين دون ابن الواد محمد عمر اللي اسمه امين ده، منزلين بص كده بيقول لك ايه؟ اتحاد الكره مصرح ان هو النهارده بس ما حكمش عشان مش فاضي. ايه الاستفزاز ده؟ ايه قله الادب؟ هو في يا جماعه؟
وانت افتكرت نفسك يا سبت البتاع واحنا خدامين عندك؟ لا يا جماعه، طبعا اللعيبه 20% من مستحقاتهم مخصومه، وقف المستحقات لاجل غير مسمى، عرض فتوح والواد الثاني للبيع. مش انت قلت لي هجيب عرض؟ هات لي العرض. هات لي العرض. 20% ولا 25% يا فندم؟ 20%. 20%. تمام. لانه البيضه الفاسده بتفسد ايه؟ كل القفص اللي معاه كله. صح. احنا حد يهرج، حكام واعلام سيء، اعلام مقرف. اي حكم يحكم بما يرضي الله يتشتم من كبير، وحب نفسك وخليك مع نفسك. لا يا جماعه، ده مناخ خرا. احنا عايشين في مناخ خرا سواء رياضي او اعلامي. خرا ده مناخ بيسموه مناخ الخرا. احنا في بكابورت يا جماعه. انما احنا كل ماتش يبقى ليك ما انت لو بيجي ضربه جزاء وهجيب الجول الماتش بيفتح. اما بقى عبد الحميد حسن ولا حسن عبد الحميد، اسمه حسن عبد الحميد بتاع الاهلي، الواد في الاهبل ده اللي طلع قال لك يا جماعه العيال مكسره عندنا في سحر. ايوه في سحر، ايوه معمول سحر، ايوه الكوره مش عايزه تخش الا بالعافيه. ما كلناش هو النهارده او الماتش اللي فات ده هو ماتش اسوان، كورتين بجونين هبل، ممكن جونين عفاريتي، والنهارده جون عفاريتي. الكرة رايحه دي الهجمه الوحيده. طب انا هعرض لحضرتك يا ست المستشار، سياده المستشار وانت معانا يا باشا يا دكتور الحنين، ابعد عن الزمالك، لان اسهل حاجه تتعمل حاجات تخليك انت تقعد تتنطط زي القرد. انما احنا مالناش الكلام الفارغ دوت. احنا عايزين رياضه راس براس. بقول لك انت ممكن تنسى نفسك تبقى وانت مش ناقص تبقى زي القرد. ايه القرف ده؟ مناخ سيء وفيه سحر وفيه شعوذه ولاعيبه بتحشش وحكام سيئين واعلام منحرف. طب انت مين يخش؟ مين يبقى جوه؟ وبعدين الصبح عندك 11 قضيه. اصل انا محمود الخطيب ده شتمني من 5 سنين وقال لي انت خدت ساعات. طب ما انت خدت ساعات وخدت 228 مليون ونص، بس في ناس في الدوله مساعدينك. ايوه انت هتضحك علينا؟ احنا القضيه موجوده، والرقابه الاداريه قالت انت خدت، وجهاز مركزي انت خدت، وكل اجهزه الدوله قالوا انك خدت. انما انت ريبو اللي ما جالكش حتى طلب تتسال قدام عسكري. تخيل وانا رايح جاي في المحكمه الصبح النهارده الاسبوع الجاي من الاسبوعين حجز على الرصيد. هو في ايه يا جماعه؟ لا بجد هو في ايه؟ انتوا ليه مستهترين بنادي الزمالك؟ انتوا ليه مستهترين بايه؟ كلام واضح، اتقي شر الحليم اذا غضب. تاني، جمهور الزمالك اكتر من جمهور الاهلي، اتقي شره. اللي بيغضب ده اتقي شره، انما الحليم ده اتقي شره. ايه ده؟ النهارده رئيس النادي عنده 11 اصل شتمني من 5 سنين. طب قال لك انك خدت ساعات ومسكت من 20 مليون وما انت خدت. اصل القضيه اتحفظت يا راجل، والرقابه الاداريه والجهاز المركزي وكسب المشروع وكل يعيش الدوله المحترمه دي لما قالت انك خدت. ايه القرف ده؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ يا جمهور الزمالك يا محترم، عادت ريما الى عادتها القديمه. انت موصوف لك في الروشته 2 دوري كل 10 سنين. خدتهم يا بابا؟ خدتهم في العضل ولا الوريد؟ والله مش فاكر. طب نام بقى، ده اللي حصل؟ هو انا مش من اسبوع واحد كنت انا الاول والاهلي ولا انا مش كنت الاول وهو اللي الاسبوع اللي فات ده من 4 ايام، مش من الاسبوع اللي فات، من 4 ايام. النهارده بقى هو الاول ده مش بالاجوان، لا ب5 بونت. مش عاجبك؟ في قضيه الصبح ونحبسك. ايه المشكله؟ بس انا اسمي مرتضى ولحمي مر. عارفين لحم مر يعني ايه؟ تاني بذكر البعض كده، انا عملت فيديو بتكلم عن احوال شخصيه والفراخ والرجول. دخل عليه 25 مليون. دخل عليه 25 مليون. انا عملت حلقه
القناه دي دخل عليها 200 مليون. اتقوا شر الحليم. احنا كل ده بنحسس على البلد، نقول يا رب احنا سند في ظهر الدوله، غيري شوكه في ظهر الدوله بس قاعد على حجر الدوله. انا بقول لكم كلنا رايك. انا خلصت اللي عندي يا كابتن. لا انا بس هعرض لحضرتك لقطه هدف اتلغى، نفس الهدف اللي جه في الزمالك النهارده، وادي دجله اتلغى، الوادي دجله